باش نعمل تحدي لهجات وباش نجاوب على الأسئلة هذه اللي عندهم علاقة باللهجات العربية. السؤال الأول، أنا أكثر لهجة تضحكك؟ ما تتغشوش مني، لا تعملوليش بلوك بالله. أكثر لهجة تضحكني هي اللهجة السعودية الحقيقة، بسبب طاش مطاش. يعني ما نعرفش، كل ما نسمع حد سعودي يتحدث تجيني شخصية نايف. والله ايش يا راجل، والله ايش يا راجل، نقوم نضحك. يعني ام سوري. في المرتبة الثانية اللهجة المصرية، أمور خفة الدم يعني توب. أكثر لهجة عنيفة الليبية. الليبيين وقت اللي يتحدثوا تحسهم هكا كلهم عنف وعصبية. ماش غيرك مش مالك. ام سوري. أكثر لهجة مش عنيفة، يعني ما فيهاش حتى لمسة عنف. اللبنانية نحسهم هكا كول، هاي كيفك بونسوار، يعني كتير بيسفول كلهجة. بيسفول ما تجوش تشن حرب ولا تعارك ولا تشتم عبد ولا تنتميدي شخص باللبناني. It's impossible. أكثر لهجة صعب أنك أنت تتعلمها، أنا حيرة ما بين اثنين. المغربية اللي أنا ما نفهمهم الجملة، هكاك أنا أسمع المغربية وقت المغربي يقولوا التوانسة والجزائريين والمغربيين عندهم نفس اللهجة، يفهموا بعضهم. احنا ما نفهمهمش رانا المغاربة، نقول لكم من تو. اللهجة الثانية الصعبة بعد المغربية العراقية. أعتقد أن العراقية من أصعب اللهجات. العراقيين لما يتحدثوا مع بعضهم يقولوا جان وتشان وجاكي شان، ما نفهم شيء. أكثر لهجة قريبة للعربية الفصحى، ما نعرفش، ممكن الناس باش تتفاجأ، لكن أعتقد أن الليبية هي أكثر لهجة قريبة للعربية، وهذه معجزة. يعني الليبية جات ما بين مصر وتونس. مصر اللي لما يتكلموا ما عندهم حتى علاقة بالعربية الفصحى، وإحنا كيف كي نتحدثوا معنا حتى علاقة بالعربية الفصحى، وجات ليبيا في الوسط يقولوا سيارة ومطبخ، ومعناتها لغتهم تحسها قريبة للعربية. مش عارفة، يعني لازم ليبيا نحلوا عليها كتاب ونشوفوا كيفاش لهجتهم قريبة بالعربية بالطريقة هذه أكثر حتى من أهل الجزيرة. أكثر لهجة صعب إنك تتعرف عليها، يعني وقت اللي تسمعها ما تعرفهاش هي شنو بالضبط. عندك الأردنية، لا عمري اللي سمعت أردني يتحدث بنفس اللهجة متاع أردني آخر. يعني حتى في التيك توك تطلعوا لي أردنيين ولا في الفنانين، كل أردني واللهجة متاعه. أردني لهجته على فلسطيني، أردني لهجته على سعودي، أردني لهجته على سوري، أردني لهجته على ما تفهمهمش. كل أردني واللهجة متاعه، فما تعرفش كي تسمع حد يتحدث أردني يمشي بالك من الأول إنه هو فلسطيني ممكن، أو ممكن خليجي، ممكن أو سوري ممكن. أكثر لهجة عربية فخمة اللهجة السورية بطبيعة من غير نقاش. اللهجة السورية وقت اللي السوريين أبدعوا في الدبلاج، في دبلجة الأفلام والأفلام الوثائقية والمسلسلات بلهجتهم الأصلية، وهما زاد يتحدثوا باللغة العربية فصحى، مخارج الحروف متاعهم سليمة جدا. بالحق اللهجة السورية من أجمل اللهجات بالنسبة لي أنا، من أجمل اللهجات في العالم العربي. لهجات العالم العربي معظمها جميلة، لكن أجمل واحدة فيهم هي السورية شخصيا. أكثر لهجة إيقاعية، يعني فيها كنغمة. نو عندك لهجتنا نحن التوانسة والجزائريين أكثر منا بصراحة. أقضية الطوابل على طلوع نزولك، نزول اللهجة الجزائرية يغنيوا معناتها نقص كان دربوكا وكمان جا وقت اللي يحكي جزائري. أكثر لهجة underrated، معناتها لهجة الناس الكل يتحدثوا على اللهجة المصرية اللي هو مهيمنة والسورية ولكن أكثر لهجة underrated وحلوة ونغمتها كالعسل في الأذن بالحق، طرب اللهجة، هي اللهجة السودانية. السودانيين لما يتحدثوا عندهم خفة دم مش طبيعية معناتها. وقت اللي تسمع سوداني يتحدث بالحق طرب في أذني، طرب معناتها. هي لهجة اكتشفتها مؤخرا وبالحق I am falling in love with this dialect بالحق.